نيمار وفينيسيوس من افضل لاعب بهم؟ هواي اشوف مقارنات بين نيمار وفينيسيوس. هل حقا نقدر نقارن بين نيمار وفينيسيوس؟ خلينا نشوف الارقام ونحكم من الافضل. بما ان عمر فينيسيوس الوقت الحالي 24 سنه، لذلك راح اجيب لكم احصائيات نيمار من عمر 24 سنه ونقارنها باحصائيات فينيسيوس بالوقت الحالي. من 2019 الى الان فينيسيوس مع المنتخب البرازيلي لعب 37 مباراه تقريبا، 11 مساهمه، 6 اهداف و5 اسيست. بينما نيمار من كان بعمره 79 مساهمه، 50 هدف و29 اسيست. الصراحه فرق شاسع هواي. بينما اذا نجي نقارن بيناتهم بالدوري الاسباني، ففينيسيوس لاعب 308 مباراه، سجل خلالها 103 هدف وصنع 71 اسيست. بينما نيمار لعب 186 مباراه، هدف خلالها 105 وصنع 76 هدف. معناته نيمار متفوق بجميع الاحصائيات على فينيسيوس. لذلك انا شخصيا ما انصح بالمقارنه بين نيمار وفينيسيوس، لان الحقيقه نيمار ورونالدو البرازيلي ورونالدينيو هم الثلاثي الافضل في القرن ال21، واقرب منافسين لهم بعيدين جدا كل البعد عن مستويات هذا الثلاثي القوي. فانت اذا تشوف فيش مقارنات بين نيمار وفينيسيوس، فاعلم انه اللي جاي قارن طفل وما يعلم اي شيء بكرة القدم. لذلك لو اكو ديسلايك او اي شيء اطيب لايك واطلع قبل، لا تناقشه ولا تحكي وياه. فاكتبوا لنا رايكم بالتعليقات، شنو رايكم فيش مقارنات؟ هل يصلح نقارن بين اسطوره مثل نيمار ولاعب شاب بعده حاليا مثل فينيسيوس؟